اهلا وسهلا بيكم في مطبخ للاكل اصول. النهارده هنعمل مع بعض ملوحة البسارية. لو اول مرة تشوفوا فيها القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الجديد. ويلا بينا نبدأ. عندنا هنا كيلو من سمك البسارية. سمك البسارية الكيلو منه ب20 جنيه دلوقتي. لو عملتيه هياخد تقريبا 3 ايام ماكسيموم عشان تستوي، فهي حاجة كويسة جدا ونضيفة ان انتي عارفة هتاكلي ايه. اول حاجة هنجيب السمك ونغسله ونحط عليه معلقة كبيرة من الملح ونسيبه لحد ما يتصفى. هنسيب الملح فيه الملح عشان يمتص المية بتاعته وينزلها، وبعد ما يتصفى ما يبقاش فيه خالص مية نبدأ نشتغل فيه. بعد ما حطينا سمكة البسارية مع الملح وصفوا المية اللي جواها كلها، هنبدأ دلوقتي نحط بابريكا وشطة، وبرضو هنحط معاهم 3 معالق كبار من الملح. هنقلبهم مع بعض كويس قوي علشان نوزع التوابل اللي اتحطت. بعد ما حطينا الملح والفلفل البابريكا والشطة، كان ممكن كمان نحط كركم. هناخدهم ونحطهم جوه كيس ونحاول قد ما نقدر نخرج كل كمية الهواء اللي جواه، علشان لو اتبقى هواء جوه هيعمل ريحة مش ظريفة. مهمة جدا الخطوة دي، وتخرجي كل الهواء اللي جواه، علشان لو اتبقى اي سحتوتة هواء هتعمل ريحة مش كويسة ومش هتعجبك في الاخر. ولو قررتي تخلي التسوية في برطمان فتأكدي برضو ان تخرجي الهواء فيه وتمليه على اخره، مع اني ما حبذش فكرة البرطمان علشان كده كده لازم تخسر الجزء اللي على الوش. احنا بعد ما حطيناه في الكيس الاول وخرجنا الهواء منه، حطيناها في كيس تاني وحطيناها جوه علبة واتحطت في المطبخ لمدة 3 ايام، وهنفتح عليها على التسوية. ده الشكل النهائي للبسارية في التقديم. بعد ما فتحنا عليها واستوت هنعصر عليها عصرة ليمون ونحط نص طبق طحينة للناس اللي بتحبها بالطحينة، وبألف هنا وشفا. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الجديد، واستنونا في فيديوهات تانية، وباي باي.